في ليلة ناصعة البياض الزمالك في الصدارة بجدارة، بيوصل لنقطة رقم 13 في صدارة جدول الترتيب هذا الموسم، ويوقف انتصارات نادي المصري. النادي الزمالك بيوصل لنقطة رقم 13 من 6 مباريات، 4 فوز هزيمة تعادل، بثلاثية الدباغ وعمر جابر وعبد الله السعيد ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري الممتاز، اللي بعتبره نجم الزمالك من بدايه الموسم حتى الان. عبد الله السعيد اكتر لاعب مؤثر داخل ارضيه الملعب، ما تقوليش ناصر ماهر، اخوان الفينا، ما تقوليش اي لاعب في الزمالك، في تيم الزمالك كله. وجهه نظر المتواضعه، عبد الله السعيد رقم واحد نجم الزمالك، اللي بيأثر داخل ارضيه الملعب، اللي بيعرف يتحكم في رتم المباراه، اللي بيعرف يغير اتجاه الملعب من اليمين للشمال، اللي بيعرف يستلم من الخط الخلفي ويسلم للاعيبه الخط الامامي. عبد الله السعيد لاعب تقيل جدا، كل ما يكبر يصير احلى واحلى. عبد الله السعيد نجم الزمالك، وجهه نظري المتواضعه. الزمالك في الصداره، بيراميدز فين من اللي بيحصل؟ حضرتك هيلعب بكره الدور التمهيدي لابطال القارات كاس الانتر كونتيننتال. فين النادي الاهلي؟ هيلاعب انبي بكره في الدوري الممتاز، دوام الحال من المحال. الاهلي بيلاعب انبي، بيراميدز في كاس العالم للقارات، الزمالك في الصداره وبجداره. هتقولي بقى ارض اكتوبر، مجلس الاداره والتخبط والمستحقات والايقاف واللعيبه ما قبضتش، هقول لك الزمالك كسب النهارده بروح وعزيمه ورجوله لاعيبته داخل ارضيه الملعب، بتشجيع الجمهور العظيم اللي قاعد بره الملعب من اول ثانيه بيشجع، عايز فرقته تكسب وعارف ان في رجاله داخل ارضيه الملعب. ما تكلمنيش على وضع الاهلي والخطيب وهيترشح وجمعيه عموميه ومين اللي جاي ومين اللي رايح، وما تكلمنيش بقى على عقود امام عاشور ومروان عطيه. كره القدم يوم فوق ويوم تحت، يوم ليك ويوم عليك، والدليل على كده الاهلي بيلاعب انبي، بيراميدز كاس عالم للقارات، الزمالك في الصداره وبجداره، بطل الدوري مين السنه دي؟ صعب التكهن، صعب التكهن. رايحه بينا فين خريطة الدوري هذا الموسم؟ إثارة ومتعة وتشويق حتى اللحظة الأخيرة. مبروك للفارس الأبيض، 3 نقاط تضعه على الصدارة بجدارة. منتظرين بكرة باقي مباريات هذه الجولة. مسك الختام هو السلام.